السلام عليكم. في مباراة الأمس لمانشستر سيتي أعلن أسطورة النادي كيفن دي بروين مغادرته السيتي، وبعد 10 سنوات من السهر في مانشستر الساهر البلجيكي يقرر الرحيل. اللاعب دي بروين ولد في 28 جوان 1991 ببلجيكا، حيث بدأ مسيرته مع نادي جينك والذي حقق معهم الدوري موسم 2011. في 2012 انتقل إلى نادي تشيلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن لم تمنح له الفرصة. ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى فيلدن بريمن، ثم إلى فولسبورغ، حيث أصبح أفضل صانع لاعب في ألمانيا، كما حصد كذلك جائزة أفضل لاعب في موسم 2015. لكن التحول الكبير كان في صيف 2015 عندما انتقل إلى السيتي مقابل 54 مليون باوند، ومنها بدأت الأسطورة. خاض دي بروين 10 مواسم مع السيتي دون فيها اسمه بأحرف من ذهب، كما حقق 6 دوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد، كأس إنجلترا والدوري الخيرية. سجل دي بروين 106 وصنع 174 هدفا. أما دوليا فبلغ مع منتخب بلجيكا نصف نهائي كأس العالم 2018 بروسيا. يعد دي بروين أحد أعظم صانعي الألعاب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. دي بروين أعلن عن رحيله نهاية الموسم، كما أعلنت إدارة السيتيزنز عن وضع تمثال للبلجيكي، وذلك أمام ملعب الاتحاد بجانب أساطير النادي. فدي بروين ليس مجرد لاعب، بل صانع لحظات لا تنسى في ذاكرة كل مشجع لمانشستر سيتي. في رأيك، هل كيفن دي بروين هو أعظم لاعب وسط في تاريخ البريمير ليج؟ اكتب لي ذلك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.